هلو هلو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما ومبسوطين وبصحة كويسة. آم، عايزة اتكلم معاكم في حاجة كده قابلتني. هي مهمة جدا، وفي نفس الوقت لو ما عرفناهاش هتبقى بالنسبة لنا حاجة يعني هتضرنا قوي. تمام. الحاجة دي هي او الموضوع ده هو التعلق. كتير قوي في حياتنا بنلاقي نفسنا متعلقين بأشياء أو بأشخاص. فكرة بس إنه الأشياء أو الأشخاص دي تختفي من حياتنا أو تنتهي أو نخسرها، أو يعني إن هي تروح مننا كده، بتسبب لنا حالة من التوتر والقلق وال... اللي هو احنا مش بنبقى عارفين نعمل ايه. يعني احنا مش عايزين نخسر الحاجة دي او مش عايزينها تخلص من حياتنا او تختفي من حياتنا، بس في نفس الوقت احنا مش عارفين نعمل كده ازاي. تمام. هو السؤال هنا، والمفهوم العلمي بيقول كده، يعني المفهوم العلمي بتاع التعلق بيقول انه التعلق ده ارتباط ارتباطنا باشياء او باشخاص، وان احنا بنخاف ان احنا نفقدها او نخسرها او تختفي من حياتنا او كده. تمام. طيب، السؤال هنا هو ايه مظاهر التعلق اللي ممكن تكون موجودة؟ لانه كتير مننا مش بيبقى عارف ايه مظاهر التعلق، بيبقى فاكر ان دي حاجة عادية. مظاهر التعلق ممكن تكون ماضي، ذكريات، ان انا متعلقة بماضي او متعلقة بذكريات، عايشة على الماضي، وناسية الحاضر بتاعي، وناسية مستقبلي، وناسية نفسي، وناسية الناس اللي معايا، وناسية يعني ناسية كل حاجة. انا مش بفكر غير في الماضي، متعلقة بالماضي. في تعلق تاني اللي هو اهداف والانجاز، الهدف بتاعنا. التعلق بالهدف انه معناه انه انا عندي هدف ما عايزة احققه، وان ما حققتوش فدي في حد ذاتها كارثة، لانه انا كده فشلت، هقع وفشلت ومليش لازمة ومليش قيمة ومليش ماليش حاجة. عارفين الناس اللي بتقع مش بتعرف تقوم تاني؟ بتحس ان هم يعني شبه ميتين بس هم عايشين. هو الحالة دي احنا التعلق ده الضرر بتاعه انه ان احنا بنوصل، لو مشينا معاه بنوصل لمرحلة انه لو احنا فقدنا الحاجة دي فعليا بنحس ان احنا تقريبا متنا، بعد الشر عليكم كلكم طبعا. بس مش عايزين نوصل للمرحلة دي. نرجع تاني، المظاهر التعلق، قلنا الماضي، الذكريات، وقلنا الهدف والإنجاز، قلنا الأشخاص. تمام. ساعات بنتعلق بأشخاص خايفين إن احنا نخسرها، ساعات بنتعلق بوقت، احنا عندنا وقت معين لازم أعمل فيه حاجات أو لازم يحصل فيه حاجات وما بتحصلش مثلا. دي في حد ذاتها برضو مصيبة يعني. ممكن نتعلق ساعات في ناس بتتعلق بمظهرها وصورتها في السوشيال ميديا عاملة ازاي، ده برضو تعلق. طيب التعلق ده بيجي منين؟ او ايه نشأته اصلا؟ ايه الجذور بتاعته؟ للأسف الجذور بتاعته من وانا طفل، ان انا بتعرض لترك او اهمال او فقدان لشيء معين. آه، الحاجات دي بتخليني بحس بعدم الأمان، بحس بعدم الاهتمام، بحس بحاجات كتير بحس بيها بتخليني أحس إنه أنا محتاج حاجة أستمد منها قيمتي الذاتية مثلا. يعني دي في حد ذاتها كارثة أصلا، إن أنا أستمد قيمتي الذاتية من الخارج، لأنه دايما وأبدا الخارج ده بيبقى مش مستمر، وبيبقى آه، يعني ممكن يكون موجود دلوقتي ومش موجود بعدين، ممكن يكون دلوقتي موجود ويتغير بعدين. فدايما المصدر الخارجي للأمان أو للاهتمام أو قيمتي الذاتية أخدها من بره أو من مصدر خارجي، دي في حد ذاتها كارثة، لأنه كده أنا هقع كتير. فالنشأة بتاعت التعلق بتيجي في الطفولة، انه الطفل ده تعرض لإهمال. يعني مثلا قصة بنت اتعرضت ان باباها عاقبها بان هو طلعها بره باب الشقة وقفل عليها باب الشقة، هي مجرد دقيقتين ثلاثة مش كتير يعني. بس البنت من ساعتها دخلت في حتة التعلق، حست انه ان هي في اي وقت ممكن تحس بعدم الامان، ان هي ممكن في اي وقت تطرد بره حياة حد، يعني الامان منها يتاخد بسرعة.
فهي دخلت في حتة انه انا متعلقة بحاجة بشيء ما، هو ده اللي بيديني امان، فانا مش عارفة اسيبه، لان انا لو سبته هرجع تاني للشعور ان انا مش حاسة بامان. طيب، للأسف في ناس كتير قوي مش بتبقى مدركة ان هي متعلقة بشيء او بشخص وبتحس ان ده عادي. لا، بليز لو سمحتوا، او وانا معاكم، انه نراجع تاني الحاجات اللي احنا مرتبطين بيها والحاجات اللي في حياتنا والاشخاص اللي في حياتنا، هل احنا فعلا متعلقين بيهم ولا ده مش تعلق؟ ونعرفه ازاي؟ نعرفه ان التعلق مختلف تماما عن الحب. يعني في حاجات انا مثلا بحب انجز حاجة مثلا، فده حب. الانجاز بيدي طاقة وبيدي شعور بالسعادة، ومش بيبقى في ضغط عليا وانا بعمل الحاجة دي. ده الحب. لكن التعلق العكس تماما، التعلق بيأذي. التعلق لو اختفى بيأذي الشخص. التعلق بيبقى آثاره سلبية. تمام. التذلل وان انا اتذلل، لو حد بيتفرج على مسلسلات او كده بيلاقي ساعات انه في بنات بتتذلل لجوازاتها ان هي ما تطلقهاش، لان هي عارفة انه ده مصدر الامان بتاعها او الاهتمام بتاعها، او بتاخد قيمتها الذاتية منه، فهي رافضة تماما ان هو يختفي من حياتها، لانه هي لو هو مشي هي يعني فعليا هتموت، مش هيبقى ليها اي لازمة في الحياة، مش هتحس ان هي ليها اي لازمة. تمام. طيب، عشان نحل المشكلة دي، فاحنا قلنا اول حاجة ان احنا لازم ندرك انه احنا عندنا تعلق بشيء ما او بشخص ما. وعلشان تاني نقطة لازم أسأل نفسي إزاي أتخلص من الشعور ده أو من التعلق ده. أول حاجة فيها لازم أعرف أنا متعلقة بالحاجة أو بالشخص ده ليه. بيديني شعور بإيه؟ بيديني شعور باهتمام، بيديني شعور بأمان، بيديني شعور بقيمتي الذاتية، بيديني شعور بالحب، بيديني شعور بإيه؟ إيه الشعور اللي أنا أصلا فقداه وبستمد من الشيء ده أو الشخص ده الشعور ده تاني؟ ده اللي هيخليني اعرف افكر ازاي اخد الشعور ده من مصدر داخلي مش مصدر خارجي، لانه المصدر الخارجي زي الاشخاص والاشياء والحاجات اللي حوالينا، ودايما وابدا المصادر الخارجية بتبقى غير مستمرة و... ومش مضمونة، وممكن تتغير في اي وقت، وممكن تختفي في اي وقت. لكن لو هو مصدر داخلي فهو دايما موجود، لانه انا المتحكمة فيه، مش حاجة بره هي المتحكمة فيه. تمام. ودي خطورة التعلق، انه انا بوصل لمرحلة اني بكون عبد للمصدر الخارجي اللي انا بشعر منه بالشعور اللي انا فاقداه، وان المصدر ده اختفى فانا بروح فيها. تمام. يبقى تالت حاجة، احنا قلنا أول حاجة إن احنا ندرك، تاني حاجة أسأل نفسي إزاي أو إيه اللي أنا الشعور اللي أنا بحسه، علشان أعرف إزاي أستمد الشعور ده من مصدر داخلي مش مصدر خارجي. تالت حاجة أكون لطيف على نفسي، أكون بالبشويش بالراحة كده. يعني تخيلوا كده، لو احنا عندنا طفل ومتعلق الطفل ده بلعبة في ايده، هل هتاخدوا اللعبة نتش كده وتجروا، ولا هتطبطبوا عليه؟ طب بالراحة، طب بشويش، طب واحدة واحدة، طب بالراحة بالراحة، ولا هنضرب ولا هنجري ولا هنزعق ولا كل الكلام ده. في طفل متعلق بلعبة، فأنا هحاول إن أنا أخدها منه بطريقة بالراحة بالبشويش، أكون لطيفة معاه. هي نفس الفكرة، أنا جوايا طفل صغير لازم أتعامل معاه بلطف بالبشويش. تمام. طيب، بعد كده لازم اعرف ازاي استبدل الحاجة المصدر الخارجي ده بمصدر داخلي. يعني مثلا حد عنده متعلق بشيء او بشخص علشان هو حاسس او بيستمد منه الامان مثلا. تمام. احنا اتفقنا ان المصدر الخارجي ده يعني مش ثابت ومتغير ومش مستمر وكده. ايه المصدر التاني الداخلي اللي انا ممكن اخد منه امان بس يكون مستمر معايا؟ واولهم كده واكبرهم هو المصدر الامان الوحيد الثابت
واللي آمن واللي مستمر وإنه هيديني أمان بجد عمره ما هيتقطع، اللي هو ربنا. فمثلا ده زي استبدال عن الأمان. في مثلا إنه استبدال الاهتمام، إنه أنجز، يعني بدل ما استمد اهتمام من بره أنا أشوف حاجة أنجزها، ده هيديني إحساس بإن أنا شخص ذو قيمة، فبالتالي أنا مهم، بس ده من جواي مش من بره. تمام. فحاولوا تستبدلوا مصدر خارجي بمصدر داخلي، وده هيبقى أفضل كتير. بعد كده في حاجة كمان، أو الخطوة اللي بعدها، إنه في حاجة عملية ممكن نعملها، هو شوية صعب بس للأسف هو مهم. أول حاجة نعرف إنه إن أنا عشان أفك تعلق بحاجة ده فهيسبب لي ألم، فأنا لازم أبقى عارف الحوار ده كويس قوي، وإنه زي ما قلنا إن إحنا نبقى بالراحة على نفسنا كده. وتاني يعني حاجة كمان، إنه أشوف إيه اللي أنا متعلقة بيه، أو اللي أنا إيه الشخص، سواء شخص أو شيء يعني، وأحاول إن أنا أتخيل إن الحاجة دي مش موجودة أو هتمشي. تمام، مش تبقى مستمرة معايا، مش تبقى موجودة. أكيد طبعا الإحساس بيبقى صعب قوي في الحاجة دي وفي الحالة دي، بس نحاول إن إحنا ما نرفضش الإحساس ده، لا، حسوا بيه ومعلش تألموا شوية، وخلوا الإحساس ده يروح واحدة واحدة منكم. لأنه لما أنا بجرب، يعني تخيلوا كده مثلا إنه أنا لما بجرب حاجة مع الوقت أنا بتعود على الشعور بتاعها، فلما بتجيلي بقى في الحقيقة بيبقى خلاص أنا اوريدي واخدة المشاعر دي أو الفيدباك بتاع الحدث ده، فحتى لو زعلت أو اتضايقت فبيبقى بنسبة قليلة خالص عن ما أكون أنا مجربتش أصلا. فدي حاجة، خلوا الألم يطلع منكم واحدة واحدة وبالراحة، ما تهربوش منه، لا واجهوه، حسوه، خلوه يعيش جواكم لغاية أما يبقى يضمحل لغاية أما يبقى قد كده ويختفي. تاني حاجة إنه أنا هعمل إيه، يعني اسألوا نفسكم أنا هعمل إيه لو الحاجة دي اختفت، لو الحاجة دي مشيت أنا هعمل إيه. ايه البلان بي اللي المفروض اعملها، ايه الخطة البديلة اللي انا المفروض اقوم بيها علشان استمد الشعور اللي انا كنت باخده من الحاجة دي من خلال حاجة تانية خالص لما الحاجة دي تختفي. فهمتوا قصدي؟ انا عارفة ان الموضوع صعب وانه مؤلم وانه مش الطف حاجة، بس متهيالي ان هو هيبقى مهم جدا ان احنا نعمل كده، وان احنا ندرك انه لو في حاجة او احنا في شخص او حاجة احنا متعلقين بيها، نعرف ان احنا في فعلا حاجة زي كده، وان احنا نتخلص من التعلق ده ونفكه، علشان نبقى كويسين دايما ونبقى حلوين دايما، وما نوصلش لمرحلة ان احنا نبقى انسان آلي متحرك في الدنيا دي من غير اي طموح ولا اي حاجة، وان الدنيا تسود في عينينا فجأة، وانه الالوان اللي احنا كنا بنشوفها تختفي، والاحساس بيبقى صعب قوي بجد. ميرسيك ان انتوا بجد سمعتوا النهارده الفيديو. اسفه ان الفيديو شويه يعني صعب، بس انا عايزه ان انتوا دايما تبقوا مبسوطين، فقررت ان انا اتكلم معاكم في الموضوع ده. يعني لو عجبكم الفيديو فبليز شاركوني بلايك، وعايزين تسمعوا مواضيع تانية او في مواضيع تهمكم عايزين تتكلموا فيها، يا ريت تبعتولي في الكومنت، واعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناة عشان اي فيديو جديد ينزل يجيلكوا على طول. ميرسي على مشاهدتكم للاخر، ويا رب دايما تكونوا بخير وفرحانين وبصحة وسعادة دايما يا رب، واشوفكم على الف خير.